بص يا دكتور، عمرك قريت زليل شاطر جدا في الكلينيكال ايده تتلف في حريق وبيعمل حالات معقده بمهاره، لكن عيادته فاضيه والمصاريف مغرقاه. وعلى الناحيه التانيه تلاقي دكتور تاني مش بنفس المهاره لكن عيادته شغاله ومليانه وبيكبر يوم بعد يوم. الفرق هنا مش في المهاره الطبيه، الفرق ان واحد طبيب والتاني طبيب زائد رجل اعمال. خليني بس الاول ارحب بيكم واقول لكم مساء الخير عليكم واهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من نينجا دينتس. معايا خليك دكتور سنان صحيح بس نينجا. قبل ما ابدا الحلقه عايزك تعمل متابعه ولايك وشير وحركه اكسبلور وضبط الفضاء وكل الاغاني الجميله دي عشان تشجعنا نستمر وعشان تكبر اسرتنا ببعض سوا. لو عايز تتناقش في حاجه سيبها في تعليق وتابع للاخر عشان كما عادة مجهز لك مفاجاه لطيفه اخر الحلقه. خلينا في الاول نتخيل القصه دي. في دكتور اسمه كريم. كريم ده متفوق جدا في الكليه، حافظ البروتوكولات العلميه ومحدش يقدر يعيب في شغله. قرر يفتح عياده وبدات المصاريف تنهاج، ايجار، اجهزه، خامات. بعد كام شهر لقى نفسه بيستلف عشان يكمل. في نفس الوقت في دكتور تاني وليكن اسمه ياسر. ياسر يمكن مش بنفس قوه كريم كلينيكال، لكن كان فاهم ان العياده دي بيزنس ولازم تدار كبيزنس. فبدأ بخطة تسويق بسيطة، حدد تسعيرة واضحة، عمل سيستم لمواعيده، واهتم بتجربة المريض من أول ما يدخل العيادة لحد ما يخرج. النتيجة كريم غرق ديون وياسر عيادته مليان. طب ليه؟ لأن الحقيقة اللي لازم نواجهها إن طبيب الأسنان في القرن الواحد وعشرين لازم يبقى كمان رجل أعمال. خليني أوضح لك إزاي. أول حاجة، العيادة مش كرسي ومريض بس، العيادة مؤسسة صغيرة فيها مصاريف ثابتة ومتحركة. لازم يبقى فيه إدارة مالية واعية. تاني حاجة، المريض مش بيدور على حشد أو كرام فقط، المريض بيدور على تجربة كاملة. الاستقبال، المعاملة، الثقة، المتابعة، كل دي حاجات بتبني البراند بتاعك. تالت حاجة، لو أنت مش فاهم في التسويق والتسعير وإدارة الفريق هتتعب مهما كنت شاطر طبيا. الموضوع مش استغلال، بالعكس. لما تبقى طبيب بلس رجل أعمال أنت بتضمن استمرارية العيادة وجودة الخدمة اللي بتقدمها، عشان ببساطة لو المشروع وقع العلم اللي معاك مش هيلاقي مكان يتطبق فيه. نسيبنا بقى من التنظير وندخل زي ما اتعودنا على الخطوات العملية. خليني أقول لك على خطوات عملية تقدر تبدأ بيها فورا عشان تبني شخصية الطبيب رجل الأعمال. واحد، اعمل مراجعة عملية شهرية، اعرف ايه اللي دافك وايه اللي خارج. اتنين، حط بروتوكول واضح لاستقبال ومتابعة المرضى. تلاتة، استثمر في بناء البراند بتاعك، صور كويسة، محتوى مفيد وسمعة كويسة. أربعة، درب فريقك على مهارات التواصل مش بس الشغل الكلينيكي. خمسة، ابني شبكة علاقات مع زملاء ومحلل وموردين، الشبكة دي هي رصيدك الحقيقي. طبعا هنتكلم في كل النقاط دي بالتفصيل في حلقات قادمة بإذن الله. المفاجأة بقى اللي وعدتك بيها، أنا مجهز لك ملف وورد فيه خطوات عملية تقدر تطبقها فورا في حياتك عشان تبدأ تشوف فرق حقيقي. لو عايز نص تحميل الملف علق بكلمة رجل أعمال، هبعت لك لينك تحميل الملف. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير وحركة الصدور عشان نوصل لأقرب عدد ممكن من دكاترة الأسنان مهتمين. لو عايز تتناقش في حاجة سيبها بتعليق. لو عايز تحتفظ بنسخة من سكريبت الحلقة مكتوب، علق بكلمة نينجا دينتس وأنا هبعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقة. وإلى اللقاء لحلقة جديدة من نينجا دينتس.